عايزين نعرف استعدادات محل هنا الكباب ليوم العيد. استعدادات يا سيدي عشان خاطر الناس بتذبح وبتيجي تسوي عندنا، يبقى كل شغلنا على التسويات. وعايزين الحكومه يدينا فرصه ان احنا نحط لوجان قدام المحل عشان الناس تعرف ان ده محل كباب وبنشوي في العيد للناس كلها. ده الموسم بتاعنا، واحنا بنشوي الكيلو ب7 جنيه، ما بناخدش اكتر من كده. الكيلو تسويه 7 جنيه. 7 جنيه كيلو كفته ب7 جنيه، كيلو كباب ب7 جنيه، فرخه ب7 جنيه، واحنا اللي بنتبلها من عندنا والفحم من عندنا، لان ده موسم وايام مفترضه. بس عايزين السماح يدونا فرصه بقى ان احنا نبين محلاتنا ان احنا شغالين. عشان كده الحي مش مخلي الناس عارفانا، بيحطوا ترابيزه قدام المحل بيجوا ياخدوها. طب ده موسم، الموسم دون بتاعنا احنا في التسويات والحاجات دي بالذات. كل اللي ذبح ضحيه بيجيب منها حته ويجي لنا يسويها. طب المحل هنا طيب بتذبحوا هنا في المحل ولا مش بتذبحوا؟ احنا في ضحيه بنعملها كل سنه للناس الغريبه. لكن مش بتبيعوا يعني بالكيلو كده؟ كباب. ولا بتشتغلوا بس على الناس تجيب لكم؟ بنشتغل وبنبيع كباب. بيبقى بكام الكيلو؟ كيلو 120. كيلو 120. ما بيقلش عشان العيد؟ لا ما بيقل. في ناس بتبيع 140 و150، احنا بنبيع 120. لان احنا بنجيبه برضه من عند الجزار ونتبله ونخرزه على السياخ وننزل بيه على النار، فهو 120 بسلطات وعيش كده يعني. طب ولو حد هيجيب لك اللي هو من بره وانت هتسوي له اللي هو ب7 جنيه كيلو برضه بالسلطات بكل حاجه؟ لا السلطات لوحدها بالتسويه بالذات. يعني في زبون بيجي يقول لك انا عايز 20 علبه سلطه، عايز 20 علبه طحينه، بقول له طب ادفع حقهم، العلبه بنص جنيه ما توجعش يعني. تمام، شكرا.